كتير مننا بيكون عايز يشتري كمبيوتر بس محتار يا ترى اشتري ديسكتوب ولا لابتوب. في الحلقه دي هنتكلم عن اهم المزايا والعيوب ما بين النوعين، بقدر المستطاع اديك كل خبرتي في الجزئيه ديت. حابب اشكر كل متابعينا اللي بيكتبوا لنا في الكومنتس اسئله وتعليقات، علشان ده بيساعدنا كتير جدا ان احنا نطلع افكار للحلقات اللي جايه. ولو انت لسه جديد في القناه انصحك تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. هنتكلم على اول حاجه وهي خاصيه التنقل. بالنسبه لللابتوب هي اصلا الاجهزه ديزايند انها تتنقل بيها، يعني مثلا تشتغل بيها وانت في الطياره، وانت مسافر مثلا النهارده عايز اشتغل في الكافيه، وات ايفر انت عايز تشتغل منين، ده افضل حل بالنسبه لك هو اللابتوب علشان بيحقق لك الميزه ديت. على عكس طبعا الديسكتوبس انها طبعا لازم تكون في مكان ثابت، والكمبيوتر نفسه يكون ليه سيت اب معين عندك في البيت. لكن بالرغم ان اللابتوبس اقدر ان انا استخدمها بشكل سهل، اقدر اتنقل بيها واسافر واشتغل من الكافيه وهكذا، بس هي برضه في الناحيه الثانيه بتديني ليميتد يوزر اكسبيرينس، بمعنى انه مثلا السكرينز بتاعت اللابتوبس عامه بتتراوح ما بين 13 انش ل 17 انش، الكيبورد والتاتش باد صغيرين. على عكس طبعا الناحيه الثانيه الديسكتوب بيديني ورك ستيشن قدامي، سكرين كبيره ممكن توصل اب تو 32 انش، وشغال بماوس وكيبورد، والدنيا سهله بالنسبه لي ان انا اعرض الحاجه اللي انا بشتغل عليها. وتقدر انك انت توصل حتى كمان اكتر من سكرين، توصلهم جنب بعض فوق بعض، بحيث ان انت تعرض الكونتنت اللي انت بتشتغل عليه او البرنامج اللي انت بتشتغل عليه. تقدر تنقل الويندوز من السكرين دي للسكرين دي، فطبعا بتزود لك البرودكتيفيتي. ده غير طبعا لو انت جيمر افضل حاجه بالنسبه لك هو يكون ديسكتوب، لانك انت تقدر توصل عليها شاشات المخصصه للالعاب اللي هي بتبقى كبيره كيرفد، تديك اليوزر اكسبيرينس بشكل افضل كتير جدا من اللابتوب. ده غير انك انت تقدر توصل عليه ساوند سيستم محترم، تقدر انك انت تاخد الفول اكسبيرينس من الجيم اللي انت بتلعبه. نيجي بقى لجزئيه البرفورمانس. مهم قوي انك انت تعرف ان كل جهاز فيهم موجه ناحيه ايه. على سبيل المثال اللابتوبس بتبقى موجهه اكتر لناحيه الباور افيشنسي، وانها تستهلك طاقه اقل علشان تقدر توفر لك عمر بطاريه اطول، وده طبعا بيجي الناحيه الثانيه على حساب البرفورمانس. فطبعا اللابتوبس في الاخر بتستخدم الموبايل فيرجن من كل الكومبوننتس اللي انت ممكن تكون متاحه بالنسبه لك في السوق، وده طبعا بيخليها كومباكت اكتر، عرضه ان هي يحصل لها برضه اوفر هيتنج وما تدكش برضه الاداء اللي انت عايزه. على الناحيه الثانيه الكومبوننتس الديديكيتد للاجهزه الديسكتوب بتبقى مينلي موجهه انها تطلع لك الماكسيمم بيرفورمانس من الكومبوننت اللي انت شاريه. نقطة كمان وهي نقطة الكستمايزيشن، وهي طبعا على حسب انت محتاج ايه بالظبط. بالنسبة للديسكتوب بيبقى عندك وايد رينج من الكومبوننتس تقدر تختار منها. عايز مثلا اجيب كارت شاشة عالي، اعلي البروسيسور، اقلل الهارد ديسك شوية عشان اوفر في البادجت واعلي الرامات، فبيكون طبعا عندك الفلكسبيليتي انك انت تعمل تيلرد ماشين مخصصة لاحتياجاتك متفصل على البادجت اللي معاك. على عكس طبعا الناحية الثانية بيبقى اللابتوبس هو بيبقى عبارة عن اوف شيلف برودكت، تاخده زي ما هو، في سبيكس معينة الشركة هي اللي مختاراها، وانت ما تقدرش انك انت تتغير فيها او تكستمايز فيها حاجة انت محتاجها، او مثلا عايز تزود فيها كارت شاشه، عايز تعمل فيها اي حاجه انت عايزها. فده طبعا اللابتوب مش بيدي لك السماحيه ديت. ولو احتجت ان انت بالفعل تعلي الامكانيات بتاعه اللابتوب، فغصب عنك بتلاقي البرودكت اللي انت لقيت فيه السبيكس اللي انت عايزها بيعلي حاجات تانية اكتر كتير انت ممكن ما تبقاش محتاجها، وده طبعا بيفرق معاك في البادجت او السعر النهائي للمنتج اللي انت عايز تشتريه. وده طبعا ياخدنا لنقطه ثانيه وهي امكانيه ان انت تقدر تعمل ابجريد للكومبوننت بتاعه البي سي بتاعك او الكمبيوتر. من ناحيه الديسكتوب فطبعا ده سهل جدا، تقدر مثلا تابجريد البروسيسور لوحده، تقدر مثلا تشتغل بكارت شاشه بيلت ان، وبعد كده مثلا يجي لك فلوس تقدر انك انت تابجريد كارت الشاشه، تجيب كارت شاشه اكسترنال، تقدر مثلا تعلي الرامات، تقدر تعلي الهارد ديسك. كل الحاجات دي في ايدك تقدر انك انت تغيرها وتعملها ابجريد، مش مرتبط بالحاجه اللي انت اشتريتها في الاول. على الناحيه الثانيه اللابتوبس انت للاسف ما عندكش الميزه دي، انت اللابتوب زي ما جبته هو ده اللي هتكمل بيه على نفس السبيكس اللي فيه. في بعض اللابتوبس تقدر ان انت تعمل لها ابجريد للرامات، تقدر مثلا تابجريد الهارد ديسك، لكن غير كده للاسف ما عندكش اي اوبشن انك انت تعمل ابجريد لاي حاجه ثانيه. وده طبعا ياخدنا لنقطه ثانيه خاصه بصيانه الجهاز نفسه. يعني مثلا فلنفترض اللابتوب حصل فيه اي مشكله في البروسيسور مثلا او كارت الشاشه او وات ايفر الرام، فانت للاسف بسبب ان الحاجات كلها بتبقى كومباكت ومعظم اللابتوبس بيبقى كل الكومبوننتس دي انتجريتد جوه المذر بورد، فاي حاجه فيها بتبوظ، كل حاجه بتبوظ في الجهاز ما تقدرش ان انت تصلحها لوحدها او انك انت تغيرها لوحدها، فللاسف هتلاقي نفسك مضطر انك انت تغير المذر بورد كامله، في الاخر هتلاقي نفسك بتغير جهاز كامل. وطبعا الكونسيبت ده اول ما ابتدعه هي شركه ابل، بحيث انك انت لو في اي حاجه باظت في الجهاز بتاعك محتاج تغير الجهاز كامل، بقيه الشركات للاسف بدات تتبع نفس النهج. فدلوقتي كل اللابتوبس اللي موجوده لو فيها للاسف اي حاجه باظت محتاج انك انت تغير اللابتوب كامل. لكن على الناحيه الثانيه بالنسبه للديسكتوب الموضوع مختلف شويتين، انت كل حاجه منفصله بذاتها. لكن مثلا عندك مشكله مثلا في البروسيسور هتقدر تغير البروسيسور لوحده، عندك مشكله مثلا في كارت الشاشه هتقدر تغيره وهكذا. فطبعا دي ميزه مهمه جدا تحتسب للديسكتوبس عن اللابتوبس في قصه الصيانه.
في نقطه تانية وهي تخص الباور سورس، ودي مهمه جدا بالنسبه لك لو انت عايش في مكان الكهرباء فيه بتقطع بشكل مستمر. فطبعا اللابتوب هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك انه في باتري تقدر تشغلك اب تو مثلا 4 ساعات من غير ما تحتاج خالص لباور سورس، وده يديك ميزه انه تقدر تخلص شغلك حتى لو الكهرباء قطع. على الناحيه الثانيه للاسف الديسكتوب لازم يبقى فيه كهرباء ثابته، وانس الكهرباء تقطع كل حاجه راحت. رجوعا لنقطه البرفورمانس، في نقطة مهمة جدا برضو محتاجين نتكلم عنها وهي جزئية التبريد والنويز بشكل عام اللي بتطلع من الأجهزة. وطبعا النويز دي بتطلع بسبب الأوفر هيت، والأوفر هيتنج ده مين اللي بيحصل في اللابتوب، وده بيكون بسبب إن المساحة بتبقى ضيقة أو كومباكت، فما بيكونش في مساحة كافية إن الأجهزة أو الكومبوننتس تطلع الحرارة بتاعتها، فطبعا بيؤدي إلى إن بيحصل فيه أوفر هيتنج على كل الكومبوننتس الخاصة باللابتوب. ولما بيحصل أوفر هيتنج البرفورمانس بتاع اللابتوب بيتأثر بشكل كبير جدا. على الناحية الثانية بقى الديسكتوبس، فهي طبعا بيبقى الكيس بتاعتها كبيرة، كل البروسيسور بيبقى عليه هيت سينك كبيره، عليها مروحه كبيره، كارت الشاشه بيبقى عليه هيت سينك لوحده، الرامات بيبقى عليها هيت سينك لوحدها، وكل ده بيؤدي الى ان كل كومبوننت من الكومبوننتس ديت تقدر تطلع الحراره بتاعتها بشكل كويس. الكيس نفسها فيها هفانات كتير، وفي بعض الكيسز بتستخدم ليكويد كولينج، فحاجه بتبقى عامله زي الرادياتور بتاع العربيه كده بالظبط، ميه بتبقى ماشيه في مواسير بتبرد كل الكومبوننتس ديت بحيث انها تافويد انها توصل للاوفر هيتنج، وطبعا بالتالي ما تخليهاش تاثر على البرفورمانس بتاع الجهاز اوفر. بالنسبه بقى للعمر الافتراضي او اللايف سبان للنوعين، فانا من وجهه نظري الديسكتوب هيكون افضل في الجزئيه ديت، لان عمره اطول شويه، انك انت تابجريد مثلا بروسيسور، تقدر تابجريد رام، تقدر تابجريد كارت شاشه، في حيث انك انت الجهاز بتاعك ما يبقاش اوت ديتد، فتقدر انك انت بشكل مستمر تقعد تعمل فيه ابجريدز، تحسن البرفورمانس بتاعه وتخليه يشغل حاجات ما كانش قادر ان هو يشغلها في الاول. على عكس اللابتوب انت للاسف مقيد بحاجات معينه، ما تقدرش انك انت تعمل ابجريدز ديت، فطبعا عمره الافتراضي بيكون اقل، هيبقى مثلا ماكسيمم بالنسبه لك 5 سنين مثلا او حاجه، وتلاقي الجهاز خلاص تقل معاك مش قادر يديلك اللي انت محتاجه منه. وده طبعا ياخدنا لجزئيه مهمه وهي الريسيل برايس او اعاده البيع، فده بتتحدد على اساس العمر الافتراضي للجهاز نفسه، وكل ما العمر الافتراضي او الفتره او عدد السنين اللي اقدر استخدم فيها الجهاز يكون اطول، كل ما ياثر معايا في سعر اعاده البيع ويخلي الجهاز محتفظ بقيمته لفتره اطول. وده طبعا ياخدنا لاخر نقطه معانا وهي امتى بقى اشتري لابتوب وامتى اشتري ديسكتوب، وده مين اللي بيتحدد على حسب استخدامك انت. تجيب ديسكتوب لو انت بتشتغل مثلا كونتنت كرييتور، جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، جيمر، شغلك بيحتاج بروسيسنج باور عالي، فطبعا انصحك بشده انك انت تروح في اتجاه الديسكتوب. طيب امتى بقى اجيب لابتوب؟ طبعا تجيبه لو انت شغلك خفيف، لو انت مثلا بتشتغل مايكروسوفت اوفيس مثلا او حاجه اكسل باوربوينت وورد وكده، بتعمل براوزنج على الانترنت بشكل لايت، ما بتستخدمش برامج تقيله، ما بتحتاجش انك انت تلعب عليه العاب تقيله وهكذا، عايز تشغل افلام، عايز تشغل مثلا ميوزك، بيوفر لك طبعا طريقه مور كونفينينت وفليكسبل عن الديسكتوب. هلاقي حد برضو بيقول لي طب انا ممكن اجيب لابتوب جيمنج فيجمع لي ما بين الميزتين دول، فطبعا انا بالنسبه لي انا مع كل احترامي للجيمنج لابتوبس، فهي طبعا في الاخر لابتوب، في الاخر بتسخن، في الاخر مش هتديك البرفورمانس اللي الديسكتوب بنفس المواصفات بتاعته هيديها لك، ده فضلا عن الكوست اللي هتدفعها فيه اللي ممكن توصل لمره ونص سعر الديسكتوب اللي انت ممكن تشتريه. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي لاصحابك عشان يستفادوا هم كمان، وما تنساش تكتبوا لنا في الكومنتات انتوا محتارين ما بين ايه وايه عشان نتكلم عليه في الحلقات اللي جايه. سلام.